ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم وصفه مميزه جدا جدا ومحبوبه عندنا كلنا وبطعم مميز وغني جدا بالقيمه الغذائيه. وصفه سهله وخطواتها بسيطه هتبهري بيها الكل. تابعيني لاخر الفيديو عشان نعمل الحلو بتاعنا بمكون واحد بس بطريقتين مختلفتين. لو انت ما تعرفينيش، انا اسمي زوزو. لو انت اول مره تشوفي القناه بتاعتي ما تنسيش اعملي لي اشتراك ولايك وشير وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من وصفاتنا الاقتصاديه البسيطه اللي على قد الايد، وعشان قناتنا تكبر بيكم ومعاكم. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا الوصفه الجميله بتاعتنا. اول حاجه معايا هنا انا جايبه قرع عسل. الحلو بتاعنا بالقرع العسل حلو جميل جدا بطريقتين مختلفتين عن بعض. شايفين؟ ادي قرع العسل بتاعي اللي انا جايباه اهو زي ما انتوا شايفين كده. تمام، ادي قرع العسل بتاعنا اهو قدامكم. انا جايبه وحدايه قرع عسل، بس انا عايزاها تكون صغيره يا اما تكون وسط، ما تجيبهاش كبيره قوي، يعني بالبلدي كده ما تبقاش شيخه معاكي، علشان لما بتبقى شيخه بتبقى ناشفه مش بتعرفي تقطعيها بالسكينه وبتبقى جامده عليكي. انما لما تجيبيها وسط، حجمها وسط وصغيره كده، بتعرفي تقطعيها وبتبقى طريه معاكي زي ما انتوا شايفين كده. انا بعملها اهو قدامكم. تمام كده، خلاص. هبدأ اقطع قرع العسل بتاعي قطع صغيرة. بعد ما فضيت قلبها، قرعية العسل وحدية القرع العسل بتاعتي اللي انا جبتها، فضيت قلبها زي ما انتوا شفتوا كده. اللب بتاعه ده جميل جدا ومفيد، وممكن تاخديه تغسليه وتحطيه في الفرن وتحمصيه، ويا سلام بقى على الفايدة بتاعته. تمام، انا بقطع معاكم اهو القرع العسل بتاعي مكعبات زي ما انتوا شايفين، وممكن تفرزيه كمان وتعمليه بعصير المانجا في رمضان، بيبقى حلو قوي قوي، تفرزيه مع المانجا. تمام، بعد ما خلصت تقطيع قرع العسل اهو معاكم شايفين شكله اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا بوريكم بعد ما خلصت تقطيعها بالظبط بالشكل ده. هجيب حلة وهحطها على البوتاجاز بتاعي وشغلت النار بتاعتنا اهو بالشكل ده. نزلت بقرع العسل في الحلة وشغلت النار بتاعتي وهديت النار، لا خليتها عالية قوي ولا خليتها هادية قوي، ونزلت بشوية سكر حسب الرغبة. السكر ده حسب الرغبة لان قرع العسل بيبقى مسكر، فالسكر ده حسب الرغبة. تمام، انت بتظبطيه بنفسك. ونزلت بربع كوباية مية. ليه مية يا زوزو؟ والقرع العسل هيطرد المية بتاعته. ما انا بحط ربع كوبايه بس عشان انا مش ضامنه يتحرق مني، فنزلت بس بربع كوبايه ميه وسبته بقى على النار حوالي يعني من 10 دقايق لربع ساعه. بصراحه لما بتبقى صغيره وحدايه القرع العسل بتستوى بسرعه معاكي، ما بتبقى صغيره او وسط بتستوى معاكي بسرعه. تمام، استوى معايا بعد الربع ساعه اهو بالشكل ده. طب انت مش هتهرسيه؟ استني، ما تستعجليش، هنمشي واحده واحده مع بعض. انا الكمية اللي انا سلقتها من وحداية القرع العسل دي هعمل منها كذا وصفة، يعني هعمل منها كمان وصفة وهفرز منها لعصير المانجا. تمام، فانا بقسم الكمية بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الوصفة بتاعتنا اللي احنا هنعملها دي هنسيب قرع العسل مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، هنزل عليه بالحليب بتاعنا. تمام، يبقى بعد ما سلقته حوالي ربع ساعة وحطيت عليه السكر وربع كوباية المية، هنزل عليه بالحليب بتاعي. وانا برضو النار وسط، يعني لا عالية قوي ولا هادية قوي، مخليه النار بتاعتي تكون وسط، واقلب كده على طول زي ما انتوا شايفين علشان ما يلزقش منك. تمام، هنزل بقى بمعلقتين كريم شانتيه. لو عندك كريم شانتيه مفيش مشكلة، عندك قشطة يا سلام بتدي طعم جميل جدا جدا. وانزل برضو حسيت ان هو ناقص سكر بعد ما حطيت الحليب، برضو نزلت بشوية سكر، حبة سكر كده تحطيهم حسب الرغبة وتدوقي وتظبطي السكر بتاعك زي ما انت عايزة. عايزاه مسكر حطي، مش عايزة مسكر اظبطي زي ما انت عايزة. هنا بقى هنجيب الكاسترد بتاعنا، النشا كاسترد
جبت برضو معلقتين كاسترد وقلبتهم في معلقتين ميه دافيين، او قلبيهم في معلقتين حليب برضو مفيش مشكله، وتنزلي بيهم بقى على الحليب اللي بالقرع العسل، وتقلبي باستمرار باستمرار علشان ما يكتلش معاكي. يعني الكاسترد بتاعك لما تحطيه على الحليب اللي احنا نزلناه على القرع بتاعنا المكعبات، تقلبي بسرعه عشان ما يكتلش معاكي ويبقى قوامه كريمي زي ما انت شايفه كده. يا زوزو، هو انت هتسيب قرع العسل مكعبات كده؟ ايوه، هنسيب قرع العسل مكعبات كده، بيبقى طعمه يا سلام، لذيذ لذاذة جميل جدا كده، بيدوب في البق وتحس بطعمه جميل جدا جدا. هنا بقى بعد ما طفيت النار وصلت للقوام الكريمي بتاعي اللي انا عايزاه ده بالظبط. انت في ايدك تظبطي كل حاجة انت عايزاها. نزلت بقى بذرة فانيليا، بعد ما تطفي النار تنزلي بذرة الفانيليا، بتدي ريحة حلوة وطعم جميل مميز. وتقلبي بقى. هجيب الصينية بتاعتي، بس انا قبل ما اجيب الصينية هشغل الفرن على درجة حرارة عالية وهقفله. لما اجيب الصينية بتاعتي وادهن ارضيتها كده زي ما انتم شايفين بالسمنة اهو، تمام. وابدأ بقى اهو زي ما انتم شايفين انزل بالقرع العسل بتاعنا اللي عاملينه بالكاسترد بالشكل ده. خلاص، الكمية برضو اللي انت عايزاها في الصينية بتاعتك. خلاص، زي ما انتوا شايفين كده بتسويه في الصينية اهو. خلاص، وادي شكله في الصينية بعد ما نزلت بالكمية اللي انا عايزاها في الصينية. ونيجي برضو على الوش بمعلقتين سمنة وتدهني بيهم وش الصينية علشان لما تتحمر يبقى لونها محمر كده وجميلة جدا وطعمها يبقى مميز جدا جدا. وتدخليها الفرن بقى وتحمريها من تحت ومن فوق، تحت الشواية ومن تحت على الصاجة من تحت. وشوفي بقى شكلها وطعمها، ادي شكلها بعد ما خرجتها من الفرن، جميلة جدا جدا، حلوة قوي وهتعجبك. نيجي بقى للوصفة التانية بتاعتنا بالكمية التانية. ادي كمية قرع العسل بتاعنا اللي احنا اخدناها، هنصفيها اهو من المية بتاعتها. مية قرع العسل دي هنصفيها خالص. خلاص، زي ما انتوا شايفين كده ادي مية قرع العسل اهي قدامكم. هجيب الهاند بلندر بتاعي وابدأ اهرس بيه. ادي الطريقة بقى اللي احنا بنهرس فيها قرع العسل. وابدأ اهرس قرع العسل زي ما انتوا شايفين كده اهو قدامكم بالهاند بلندر بتاعي. هجيب الطواجن وادهنها بالسمنة زي ما انتوا شايفين كده. خلاص اهو، بعد ما دهنت الطواجن بتاعتي بالسمنة هجيب بقى قرع العسل اللي احنا طبعا السكر بتاعه مظبوط، اللي احنا مقلبينه في السكر ساعة ما سلقناه وهرسناه بالهاند بلندر وجبنا الطواجن دهناها سمنة. وهننزل بالقرع العسل في الطواجن اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنيجي بقى على المية بتاعت قرع العسل اللي احنا صفناها زي ما انتوا شفتوا كده. نزلت عليها بمعلقتين حليب ومعلقة سكر، وقلبت معلقتين نشا او معلقتين كاسترد اللي موجود عندك. بصي، اللي موجود في البيت عندك نشا اعملي بيها معلقتين نشا، عندك كاسترد اعملي بمعلقتين كاسترد. ونزلت بيهم بقى اهو على الحليب مع مية قرع العسل وقلبهم باستمرار لحد ما يصبح القوام بتاعه كريمي معاكي. حطي بقى معلقتين قشطه، تحطي معلقتين كريم شانتيه اللي يريحك اللي موجود عندك في البيت. ادي القوام بتاعنا اهو اصبح كريمي بالشكل ده اللي انتوا شايفينه. تمام كده. نزلت بعد ما طفيت النار لازم تحطي الفانيليا، تركايه مهمه، تحطي الفانيليا على الكاسترد او المهلبيه بتاعتك تكوني طافيه النار. نزلنا بالفانيليا بتاعتنا وادي بقى شكلها قوام كريمي جميل جدا جدا. ننزل بقى بالكاسترد بتاعنا في الطواجن بتاعتنا على قرع العسل اللي احنا حاطينه اهو شايفين، وادي شكله اهو قدامكم. تمام كده. خلاص، شايفين شكله
الطواجن بتاعتي الجميلة جدا. ما تنسوش اعملوا لي اشتراك ولايك وشير وكومنتات كتير يا بنات، عشان قناتي تكبر بيكم ومعاكم، عشان نعمل وصفات اقتصادية وبسيطة على قد الايد. ودخلي بقى الطواجن بتاعتك الفرن وحمريها تحت الشواية من فوق، وتاكلي بقى احلى طاجن قرع عسل بالكاسترد. بصي تحفة، جميل جدا بصراحة. الواحد يمسكه عايز يمد ايده على واحد كمان من كتر طعمته وحلاوته. بصوا انا بقيت اكل فيه، جميل جدا وفي قيمة غذائية للكبار وللصغار. قرع العسل ده فيه مميزات وفوائد كتير جدا لنا كلنا. شايفين بقى انا كنت بقطعها وهي لسه سخنة، فكانت سايحة معايا. بصوا سايحة ونايحة بقى كده، ويا سلام يا سلام على شكلها، جميل جدا. دي اللي في الصينية حلوة قوي بصراحة، حلوة قوي. انا ما كنتش قادرة استنى عما الصينية تبرد. انا كنت باكل على طول معاكم وانا بصور اهو. شايفين ما شاء الله، وصفتين حلوين جدا هتعملوهم لولادك في المدارس، يرجعوا من المدرسة حاجة حلوة ياكلوها في الشتاء وفي الصيف. وصفتين حلوين جدا جدا، ان شاء الله يعجبوكي. اكتبي لي في الكومنتات. وادي الطاجن بتاعي اهو، شايفين حلو ازاي، جميل. تسلم ايدك مقدما. ولو الوصفتين عجبوكي اكتبي لي رأيك في الكومنتات، وبألف هنا مقدما على قلبكم.